ده محمد الفايد. وانت مش متخيل ان واحد بدأ من الصفر في اسكندريه يوصل لانه يبقى واحد من اكبر رجال الاعمال في بريطانيا، وليه دايما اسمه مربوط بالسلاح والموساد وكمان الاسره الحاكمه في بريطانيا. تعال اوريك. محمد الفايد بدأ كعتال في اسكندريه واشتغل من سن صغير. بدأت حياته تتغير تماما بعد ما اتعرف على سميره خاشقجي واخوها عدنان خاشقجي اللي كان واحد من اكبر تجار السلاح وقتها، واللي كانوا جنسيتهم سعوديين. وهنا يروح السعوديه عشان يبدأ يتاجر بأدوات الخياطه عشان يعمل اول راس مال ليه، وبعدها يتجوز سميره خاشقجي سنه 1954. ومن هنا يرجع محمد فايد مصر عشان يبدا ياسس شركته اللي كانت بتشتغل على نقل البضائع والشحن. بس من الواضح كده ان هو فشل في مصر، وعشان كده يستغل علاقاته ويعرف يقنع سلطان بروناي انه يبقى المدير لفلوسه وكمان استثمارات. ودي كانت نقله كبيره جدا في حياه محمد فايد عشان بعد كده يروح لدبي اللي كانت لسه في بدايتها، ويقترح بناء اول مرسى للسفن في دبي، وده اللي خلاه معروف بالنسبه للاسره الحاكمه في الامارات. عشان بعد كده الشيخ راشد آل مكتوم يطلب منه انه يقنع شركات النفط والبترول انها تشتغل في الامارات. وهنا محمد الفايد يحقق نجاح كبير جدا، ده اللي خلاه يقرب اكتر للعائله الحاكمه اللي في الامارات، ومنها يعمل فلوس كتيره جدا عشان بعد كده يبص في الخريطه ويستقر على وجهته الثانيه اللي كانت اوروبا، اللي شاف فيها مجال كبير جدا للاستثمار. وعشان كده يشتري فندق دورشستر وده في بريطانيا، وبعد كده فندق الريتز فرنسا، وكمان قصر الدوق وينسور وده في باريس. والقصر ده كان فيه كميه تحف وحاجات اثريه كتيره جدا. وهنا ركز معايا قوي بقى عشان تشوف حركه الصياعه بتاعت البيزنس مان لما يكون مصري وكمان اسكندراني. محمد الفايد يقرر انه يبعت كل التحف والاثريات للملكه اليزابيث وقال لها شوفي يا ملكه اللي انت عايزاه وانا عينيا ليك، وده كله عشان يقرب للاسره الحاكمه اللي موجوده في بريطانيا. وباين كده ان الحركه دي ما جابتش مع الملكه اليزابيث، عشان كده يقرر يشتري شركه هاوس اوف فريزر اللي كانت الملكه بتشتري منه حاجات كتيره جدا للقصر بتاعها. وهنا تنجح خطته ويقرب فعلا من العيله الحاكمه عشان يبقى واحد من اكبر رجال الاعمال في بريطانيا. ومش بس كده، ابنه الكبير يطلع اصيع منه ويكون هو والاميره ديانا بينهم علاقه حب. وهنا عشان الحلو بيكمل تحصل حادثه كبيره جدا تموت فيها الاميره ديانا اللي كانت مع ابن محمد الفايد. بالمناسبه اميره ديانا كانت حامل ساعتها. بعد ما محمد الفايد يخسر ابنه في حادثه عربيه يتهم العائله الحاكمه في بريطانيا والموساد انهم اللي خططوا لحاجه زي كده. انت ايه رايك؟ تفتكر الموساد والعائله الحاكمه ليهم فعلا ايد في الموضوع ده؟ واستنى معايا الجزء الثاني عشان نعرف محمد الفايد عمل ايه في القضيه دي، وفي نفس الوقت ازاي وصل ثروته ل 2.4 مليار دولار.